مساء الخير على كل محبي النباتات الداخلية، بين قوسين أحباب مشتل الصوبة. النهاردة بفضل ربنا علينا رحنا وجبنا لكم شوية زرع في منتهى الجمال والروعة. خليكم معانا عشان تعرفوا احنا جايبين لكم ايه. معاكم وسام صقر من مشتل الصوبة، خليكم معانا. طبعا في البداية أنا بعتذر لكم إن أنا مش هقدر أطلع بنفسي النهاردة في الفيديو عشان أنا النهاردة متبهدل آخر حاجة. علشان كده النهاردة إن شاء الله صديقي أحمد هو اللي هيعرض لكم النباتات ديت، وأنا اللي هعلق عليها، هعمل فيها مذيع كورة يعني. بس قبل ما نبدأ، اللي ما اشتركش في القناة ينزل حالا يشترك في القناة ويفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وشير عشان نباتاتنا توصل لكل حتة في العالم. وعلى فكرة احنا هنسيب لكم اللينك بتاع المشتل بتاعنا على الفيسبوك في الديسكريبشن تحت. تنوروني طبعا. اول حاجه معانا النهارده نبات البليه. نبات البليه ده من النباتات الجميله جدا. ارجع ورا شويه يا احمد. بس النباتات الجميله جدا، خضره ما شاء الله، سهل جدا التعقيل. نبات في منتهى الجمال، زائد ان هو نبات يعتبر اقتصادي. ودي كان اول نبات انا جبته لكم معايا النهارده. تاني نبات معانا هو نبات الترادسكانتيا او بيقولوا عليه المكحله. هو نبات جميل جدا ولون مميز جدا. قرب عليا يا احمد كده، ما تقربش قوي كده، ارجع ورا شويه. بس لون في منتهى الجمال والروعه، كثافه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وتهديله. على فكره النبات ده ياخد شويه اضاءه عاليه ويطلع خطين فضي في منتهى الجمال. وده كده يبقى تاني نبات جبناه معانا النهارده. تالت نبات معانا النهارده هو الاسكندس البرازيلي. الالوان فوق مستوى الخيال. الوان، بصوا بصوا يا جماعه الوانه عامله ازاي، سبحان الله، ما تلاقيش ورقتين شبه بعض. الوان جميله جدا جدا جدا، وكثافه عاليه قوي قوي قوي. قرب يا احمد شويه، ارفع شويه فوق. لا كده انت قربت قوي، ارجع ورا شويه. بس حاجه كده في منتهى الجمال. شايفين الجمال بتاعه؟ شايفين لمعه الورق؟ نبات جميل قوي 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 قوي. النبات اللي بعد كده هو نبات الببروميا. الببروميا الفاريجيتد الابيض. بصوا جمال يا جماعه، كثافه ما شاء الله، برضو حاجه في منتهى الجمال. على فكره يا جماعه احنا بادئين من المستويات اللي هي النباتات الاقتصاديه الاول، وبعد كده هنطلع هوريكم شويه نباتات النهارده ان شاء الله هتبقى تحفه. بصوا الجمال، الببروميا الفاريجيتد جميله قوي 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 قوي. النقشه بتاعتها، بصوا النقشه، جمال النقشه بتاعت الورقه، حاجه ما شاء الله، روعه روعه روعه. النهارده بقى هوريكم نموذج للببروميا الخضراء. حاجه كده ضخمه. لف يا احمد كده وري الناس. حاجه كده انا ما جبتوهاش في انجل المره دي، لان انا شفت الشاليه بتاعتها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، حاجه ضخمه جدا جدا جدا. لمعه، ورق بيلمع، حاجه كده. النبات كثيف جدا يعني، يلا عقل واشتغل. نبات فيه منتهى الجمال. بصوا الجمال يا جماعه، بصوا جمال الالوان. الاخضر بتاعه اخضر تقيل، اخضر حلو قوي. قرب يا احمد شويه. بسم الله ما شاء الله، حاجه هايله قوي 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 قوي. وادي دفعه جديده من البوتس الهولندي، ابو ورق عريضه والوان ونقشه في منتهى الجمال. بص الالوان بتاعته عامله ازاي، بص حجم الورقه، طبعا غير الكثافه، كثافه ما شاء الله. نبات هايل قوي 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 قوي. سلاسل الموز، حاجه كده في منتهى الجمال، اللي هي بيقولوا عليها المسبحه. بس المسبحه بقى المره دي موز. وبصوا الكثافه عامله ازاي، حاجه كده ايه، فظيعه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بيقولوا عليها شعر روبانزل. روبانزل صح؟
عارف روبانزل؟ ايوه شعر روبانزل. ارفع كده، ارفع يا احمد، وري الناس، وري الناس الجمال والروعه والكثافه. لفها لفها عشان الناس ما تفكرش ان احنا جنب واحد بس. لا، كل الجناب متهدله بمسافه كبيره. عايز تعقل منها وتشتغل، عايز تسيبها زي ما هي. نبات قمر 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 قمر. وادي تروبيك سنو. تروبيك سنو بقى يا جماعه انا اساسا ما بشتغلش فيه كتير، بس لما الاقي نبات زي ده بالحجم ده والكثافه دي لازم اجيب منه على طول. نبات ما شاء الله في منتهى الجمال والروعه. الله اكبر، عز ورب. نكمل بعد الاذان ان شاء الله. رجعنا لكم تاني بعد الاذان، وبرضه بنبات في منتهى الجمال والروعه. نبات الفيلودندرون زنادول. زنادول اخضر، سوري ده السلومي. ده السلومي ده نبات جميل قوي 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 قوي. نبات الورقه بتاعته كبيره يا احمد كده. زي ما انتم شايفين الاخضر فيه غامق، اخضر ملفت للنظر جامد يعني. نبات حلو قوي وفي نفس الوقت اقتصادي جدا. ارجع ورا كده، حطوا لي كده قدام الناس، فرجوا للناس. ايوه كده، نزل تحت شويه بس كده. قمر قوي 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 قوي، حاجه بسم الله ما شاء الله. وادي دفعه جديده من الجولدن سالومي. نبات برضو هو نفس السالومي الاخضر، بس ده الجولد بتاعه. نبات نادر قوي ونبات مش موجود خالص، وحاجه في منتهى الجمال ولون مميز قوي. لكن شويه، ايوه كده. نبات مميز قوي قوي قوي، لونه مميز جدا جدا جدا. والحمد لله بفضل ربنا تقريبا احنا الوحيدين في اسكندريه اللي عندنا الجولدن سالومي ده، وقليلين على مستوى الجمهوريه اللي بيشتغلوا في الجولدن سالومي ده. حاجه كده خيال. نبات سهل جدا على فكره يا جماعه، كل انواع الفيلودندرون سهله. وادي دفعه جديده من الاجلونيما اللي انا بصراحه برضو لحد دلوقتي مش عارف اسمها ايه. نوع حلو قوي قوي قوي. كل اللي انا عارفه ان هو جميل، الوانه تحفه طبعا. متسامح جدا مع الاضاءه المنخفضه. ايه بوزك ده؟ ميه. لا مش همسحها. الوانه جميله قوي قوي قوي. زائد ان هو كثافه. بصوا الخلفات قد ايه. ارفع يا احمد عشان الناس تشوف الخلفات في ايدك. نبات تلاتات مع بعض او اكتر، حاجه كده جميله جدا. طيب الاجلونيما دي بقى علشان حبايبنا اللي عملوا حمله خليك عطشان، احنا بقى هنعمل حمار وحلاوه وبطيخ. دي الاجلونيما الحمراء السوبر ريد، جديده جدا جدا جدا. على فكره ده نبات مصري 100%، مش مستورد. مش النبات المستورد اللي الناس زعلت مننا فيه قبل كده. لا ده المصري، وهو وما شاء الله خلفات ودلع كثافه وورق ولون وحاجه كده في منتهى الجمال. امسك انت بتتفرج عليه، امسك. والوان اقلب كده، اقلب يا عم خلي الناس تشوفه. قرب قرب عليا، ايوه كده بس كده اهو. بص الجمال يا جماعه. بص اللون الاحمر. اللون الاحمر ده مستحيل تلاقيه عند حد، مستحيل تلاقيه عند حد. جميل جدا 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 جدا. على فكره النبات ده معدل التصدير الخارجي. يعني النبات ده اساسا انا جايبه من عند حد كان مجهزه ويتصدر، فانا غلست وخدت كميه لا باس بها، واحتمال كبير للاسف ما اعرفش اجيب زيه يعني. بس هو الحمد لله رب العالمين احنا عندنا كميه كويسه منه. وعلشان الجنرال واحد بس جبنا لكم اجمل نبات في الدنيا كلها، نبات الفتونيا او نبات الاعصاب. وبسم الله ما شاء الله كثافه برضه وحجم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. النبات ده يا جماعه بيحب الرطوبه العاليه قوي، يعني مناسب جدا للجو المدن الساحليه. اسكندريه، بورسعيد، حبايبنا حبايبنا حبايبنا. والناس اللي هي ما عندهاش رطوبه في جوها برضو ان احنا ممكن نرش شويه ميه خفيفه جدا، رش خفيف قوي مره كل 3 ايام. نبات هيخليك في منتهى الجمال. شويه الميه دول هيخلوه شويه في منتهى الجمال. النبات ده له كلمه سر ان شاء الله رب العالمين، هنعمل عليه فيديو مخصوص جدا جدا جدا.
النبات اللي بعد كده اللي احنا جبناه النهارده هو الاجلونيما السيلفر باي. نبات في منتهى الجمال. النبات ده على فكره انا اتسالت عنه كتير، ومع الاسف نزلت دفعه في السوق كانت وحشه. الحمد لله بفضل ربنا احنا ما جبناش منها، لكن احنا جبنا الدفعه الهايله. نبات مجوز، ما تاخدش نبات فرداني، لازم يكون مخلف 2 و3 وقمر قوي. كثافه ورق، مفيش ورقه وحشه. نبات مرصوص بالورقه، حاجه كده جميله قوي. في ورقه وحشه، معلش انا بنشيلها. طبعا احمد هرب مني ومضطر ان انا اكمل الفيديو لوحدي طبعا. ودفعه جديده من اسمه ايه، الاوكزالس. من الواحد من التعب فعلا ناسي كل حاجه. اوكزالس نبات قمر قمر قوي 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 زي ما انتم شايفين كده. النبات ده ورقته بتفتح بالنهار وبالليل بتقفل ورقتها، شايفين في بعض ورقات كده مقفله اهي. النبات ده جميل قوي قوي قوي، الاوكزالس او الفراشه. وادي دفعه جديده من القمر اللي مشهور بيه مشتل الصوبه. النبات ده صعب جدا تلاقيه عند حد تاني. اجلونيما ليبستيك، ورقته وهي سبحان الله عامله زي الشفايف، والاحمر اللي حوالين منها هو ليبستيك. ترادسكانتيا البيضة. ترادسكانتيا البيضة من النباتات الجميلة جدا جدا. وعلى فكرة الترادسكانتيا البيضة دي نبات اسكندراني أساسا، يعني هو جراح طلع من عندنا في مشات الإنتاج في القاهرة، ولحد دلوقتي مع الأسف في ناس بتعاني منه يعني، بس احنا عندنا الحمد لله رب العالمين النبات جميل قوي 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 قوي. جايز يكون ألوانه مش زي اللي عندكم في القاهرة أو عند الناس في القاهرة، بس عشان في القاهرة بيحطوه في شمس. ده نبات داخلي ظل. طيب سامحوني بقى، الفيديو كده لو احنا عرضنا كل النباتات هيعدي النص ساعة على الأقل يعني، فاسمحوا لي ان احنا نعمل جزء جديد. لو عجبك الفيديو لايك وشير، واي سؤال عايزينه اكتبوا لنا في الكومنتات وبعون الله نجاوب عليه. وهنسيب لكم اللينك بتاعنا بتاع الجروب بتاع الفيسبوك في الديسكريبشن تحت، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.